طيب، واحده واحده وخد بالك من السلمه مكسوره عشان اقول لك القصه ماشيه ازاي فيما يتعلق بالصفقات واللي رايح واللي جاي والدنيا كلها ماشيه ازاي. طيب واحده واحده خلينا نبتدي كده ايه من الالف للياء القصه بتاعت امام عاشور. امام عنده عرض من نادي ميتلاند الدنماركي بكام؟ ب 3 مليون دولار. رقم كبير؟ كبير. وبالتالي هناك رغبه في ان هو يروح، في رغبه اكيده. وكان البديل الاستراتيجي لامام عاشور في الفتره اللي فاتت هو احمد قندوسي. احمد قندوسي ما بقاش في احمد قندوسي خلاص. طيب الكابتن اسامه نبيه عايز مين؟ قال لك لا خلاص، طالما امام هيمشي سيف فاروق جعفر ياخد فرصه، ما فيهاش مشكله، ندي لسيف جعفر فرصه. طيب الاتجاه الاقرب هو رحيل امام عاشور الى ميتلاند. العقود لما جت للزمالك، الزمالك ارسل العقود بالكامل الى المحامي الايطالي سيلفاتوري. شايف العقود دي كلها؟ بفضلك بص عليها، فصصها لنا قانونيتها الدنيا ماشيه ازاي. فالراجل فصص لهم العقود ورجعها تاني وقال لهم تمام زي الفل، عقود سليمه قانونيه تمام ما فيهاش حاجه. وفي بند من ضمن هذه البنود بينص على سريه التعاقد او سريه العقد المبرم ما بين الزمالك وما بين ميتلاند، بحيث انه قد يكون هناك اجراءات او عقوبات او غرامات في حال ما اذا سرب، هو في بند كده، اذا سرب العقد. وبالتالي امام مرحب بالفكره ديت، وامام عايز ياخدها خطوه. هو كان الراجل لسه بيفكر طب اروح ولا ما اروحش، كان حاطط عينه على حاجه اكبر شويه، لكن المقربين قالوا له لا، ما يعني روح خطوه كويسه. كل النجوم اللي ابتدوا بخطوه زي دي، راح خطوه وبعدين طلع صلاح بازل منها على طول، طلع على انجلترا واوروبا وتألق تألق كبير جدا جدا. ينتظر امام عاشور مستقبل مميز ما اذا تم اتمام التعاقد نهائيا. ماشي كده، هو الاقرب ميتلاند، انا قلت ميتلاند. طيب واذا ده حصل، امام سيكون متواجدا في النادي الدنماركي. بالمناسبه كمان من ضمن الحاجات اللي في المفاوضات انه ميتلاند قال مش هنحط نسبه من اعاده البيع، يعني انا اخد امام هروح هبيعه زي ما بيعه انت مالكش فيها نسبه. فالامور بهذا الشكل ما بين الزمالك وما بين ميتلاند. انا عارف جمهور الزمالك هيبقى بيفكر من سيعوض امام عاشور، ولكن هكذا لحد دلوقتي هي المعلومات المبينه او الواضحه عندنا في الصفقه اللي هتسد مكان امام عاشور هو سيف جعفر.